هنزرع مع بعضينا ان شاء الله النهاردة الفول السوداني، وهنعرف ان شاء الله الوقت المناسب لزراعة الفول السوداني. اول هام هنعرف ان شاء الله الفولة الصحيحة اللي هي صالحة الى الزراعة، وهنعرف ان شاء الله الفولة اللي هي بايظة ما ينفعش انك تزرعها. وهنعرف ده كله الزراعة فوق سطحك، تقدر تزرع شوية فول وتاخد منه كمية فول بدل ما انت تروح تشتري شوية فول سوداني. كل اللي عليك ان انت تجيب شوية فول بالشكل حضراتكم شايفينه دول يزرعوا اكتر من احسن 5 شكاير زي اللي حضراتكم شايفينه دي. طبعا دي التربة بتاعتنا صالحة الى الزراعة، طبعا عليها مضيوف عليها اللي هو فضلات الفراخ، ومضيوف عليها كومبست. وطبعا التربة تتكون من طين مع رمل، مش رمل بس او ترب او طين بس، طين مع رمل علشان تدي تعرف تحافظ على المية وتعرف تعمل تصريف الى المياه بشكل سريع. وطبعا الشكارة بتاعتنا لازم تكون مخرمة من تحت علشان تقدر تزرع فيها الفول. طيب الوقت المناسب لزراعة الفول فهو من اول شهر 4 لحد اخر شهر 6، يعني معك 3 شهور تقدر تزرع فيهم الفول السوداني. واحنا دلوقتي في اول شهر 5 هنزرع عادي. ده انسب وقت اللي هو تزرع فيه النص، ولا حصلت هنا ولا حصلت هنا كده يا جماعة. طيب الفول اللي هي صالحة إلى الزراعة، طبعا بص يا جماعة، الفول اللي هي صالحة إلى الزراعة تكون يا جماعة بالشكل حضراتكم شايفينه، ما تكونش مختوشة خدش واحد يا جماعة كده. إنما بص دي يا جماعة مفتوحة من النص لو أنتم ملاحظين، بصوا غيرها يا جماعة دي ما تطلعش، دي معروفة يعني ما تطلعش. تمام يا جماعة. طبعا لو واحدة، لو عندك فولة متقشرة بالشكل حضراتكم شايفينه ما تطلعش برضه يا جماعه. لازم تكون الفوله تكون سليمه كده يا جماعه. بصوا لازم الفوله اللي انت تزرعها تكون سليمه، ما تكونش مخدوشه فيها اي خدش. طب كده عرفنا الفوله اللي نزرعها. طبعا طريقه الزرع، طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، وتصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الزراعه. هتحط الفوله كده يا جماعه في كل نقره فوله واحده بس بالكتير، مش هنكتر. وبعد كده ونبحث واحده تاني جارها يا جماعه، بس حاول انك ما تخليش جنب بعضيه، خليه بعيد بعضيه يا جماعه علشان بعد ما يطلع النباتات والمحصول بتاع الفول ده يبدا ينشر نفسه بشكل سريع كده يا جماعه. يعني احنا نحط في القصيص بتاعنا ده حوالي 5 نقر بس بالكتير كده يا جماعه. تعال نحط واحده تاني هنا وواحده تاني هنا كده يا جماعه، ونبدا نغطي عليه بالتربه بتاعتنا الحلوه كده يا جماعه. صلى على النبي كده. ونبدا نجيب الميه بتاعتنا الحلوه نروي الفول بتاعنا. وكده استنى بس بعد 15 يوم هتلاقي النتيجة بدأت تنبت معاك بشكل سريع وأسرع. ومبروك عليك شوية فول في المنزل. وهمشي معاكم خطوة بخطوة بزراعة الفول عشان أقول لكم على التفاصيل اللي انتوا تعملوها إلى الفول. وطبعا قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي.